السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين يا جماعة نقول حاجة مهمة جدا جدا خلال احنا النهاردة 2/8، يعني باقي على الدراسة تقريبا شهرين. لو في طالب أو في طفل مش متأسس جرامر يقدر يتأسس في الشهرين دول ويدخل كويس جدا جدا جدا، وده بقدمه من خلال الكورس ده. الأضواء عامل حاجة جميلة جدا، أو جيم عامل كورس جرامر في الصيف. يعني الشهرين دول تقدر تخلص الكورس كامل وتدخل المدرسه وانت متاسس جدا جدا. هنشرح منه ان شاء الله، ولو حابب الكورس ده كامل موجود ومتابعه موجود ان شاء الله. تقدر في الشهرين دول تخلص. هو بادئ الجرامر ب the present simple tense، زمن المضارع البسيط. اولا هو اسمه the simple present لان بسيط هنا ديت صفه، ودايما الصفه بتوصف الموصوف او بتوصف الاسم. الاسم هنا فين؟ المضارع. تمام، المضارع. فالمفروض نقول the simple present، المضارع البسيط. المهم we use the present simple tense to talk about habits, routines and actions we do every day. بقول لي احنا بنستخدم المضارع البسيط عشان نتكلم عن habits، يعني عادات بعملها يوميا او اسبوعيا او شهريا او سنويا. روتينز حاجه بعملها يوميا، بصحى من النوم اروح المدرسه، اجي من المدرسه، افطر، اتغدى، العشاء، الدروس بتاعتي، الواجب، انام. دي كلها روتين. او actions we do every day، حاجات بنعملها كل يوم. تمام، زي كتابة الواجب، الذهاب للمدرسة، الغداء، العشاء، الحاجات دي. طيب تعال نشوف affirmative form او صيغة الاثبات. اي زمن لازم ناخد فيه الاثبات، النفي والسؤال بهل، والسؤال ب WH question. هنا بقول لي خد بالك احنا ازاي بنجيب المضارع البسيط او نعمله ازاي. بقول وي اي وي يو ذي، دول ضمائر الجمع بياخدوا الفيرب انفينيتيف. يعني ايه؟ يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات. play we play you play they play. we have they have. I have milk for breakfast. انا بفطر. كلمه have هنا معناها يتناول. كلمه have ليها اكتر من معنى، معناها يتناول، يمتلك، لديه. هنا لما تيجي مع الوجبات معناها يتناول. I have milk for breakfast. ليه حطينا have هنا وما حطيناش اس؟ لان ضمير الاي بيعامل معامله الجمع في الحاجات دي. احنا لازم نقسم الضمائر لحاجتين، الاي والوي واليو والذي دول جمع، والهي والشي والات دول مفرد. دايما كده في كل الازمنه كده. طيب بنحط مع ضمائر المفرد ايه؟ الهي والشي والات. بنحط الفيرب انفينيتيف بلس اس او اي اس او اي اس. وهقول لك دلوقتي نحط ام اس امتى واي اس امتى واي اي اس امتى. تمام. هدى gets up at 6 am every day. ليه قلنا جيتس مش جيت تستيقظ؟ لان هدى مفرد. احنا قلنا المفرد بياخد الفعل باس والجمع بياخد الفعل بدون اس. طيب امتى احط اس يا مستر، وامتى احط اي اس، وامتى احط اي اي اس؟ بيقول لي منى reads a book before bedtime. خد بالك هو هنا جايب لك مراجعه، يعني مش كورس يعني اساسي، يعني المفروض ده يتشرح بالتفصيل. مهم هشرح لك انا بالتفصيل. بنحط اس امتى؟ with most verbs، مع اغلب الافعال بنحط اس. طب امتى نحط اي اس؟ بحط اي اس والله لو الفعل بينتهي باس اس او اس اتش او سي اتش او اوكس او 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 اكس. تمام، في الحاله دي انا بعمل او زي بحط اي اس فين؟ في اخر الفعل. يعني كلمه واتش اخرها سي اتش وعلي مفرد، ما ينفعش احط ايه؟ ما ينفعش احط اس بس، لازم احط اي اس. watch TV in the evening، دي حاجه هو بيعملها على طول، لازم كل يوم بالليل او المغربيه يسمع التلفزيون. يبقى ده روتين بيعمله او عاده. امتى احط اي اي اس؟ احط اي اي اس لو الفعل او الفيرب end with y and before y consonant letter، يعني الفعل بينتهي بواي وقبل الواي في حرف ايه؟ ساكن. في الحاله دي هقلب الواي اي اي اس، زي كلمه study اخرها واي وقبل الواي حرف الدي ساكن، هقلب الواي الى اي بعدين احط الاي اس. منال studies her lessons in the evening، بتذاكر دروسها في المساء دايما. دي ايه؟ عاده بتعملها او روتين بتعمله. بيقول لي نوت، خد بالك انتهى الفعل بواي ويسبقه حرف متحرك. احنا فوق هنا ايه؟ لو قبل الواي حرف ساكن هقلب الواي الى اي اي اس. طب افرض قبل الواي حرف متحرك اللي هو اي 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 او يو، بيقول لي تم اضافه الاس بدون اي حاجه، احط اس عادي كانه فيرب عادي. تمام، يبقى انا عندي حالتين في الواي. لو الواي قبلها حرف ساكن هحط الواي هقلبها لاي اي اس. لو الواي مش قبلها حرف ساكن، تمام، هحط الاس على طول. خلاص، ده بالنسبه لصيغه الايه؟ الاثبات. بحط اس او اي اس او اي اي اس مع ضمائر المفرد اللي هي والشي والات، وبحط الفيرب بدون اي اضافات مع ضمائر الجمع اللي هم الاي والوي والذي واليو. طيب تعال نخش على النيجاتيف فورم. ازاي انفي الزمن ده؟ سهل جدا جدا جدا. بنحط قبل الفعل الرئيسي مع ضمائر الجمع دونت. تمام،
بحط قبل الفعل الرئيسي دونت، يعني الاي والوي واليو والذي واحط وراها دونت، وبعدين الفعل في المصدر هو تاني. يبقى the children don't go to the park after school. دونت هنا ايه؟ لو انا اشيل دونت، the children go to the park after school، الاطفال بيذهبوا المدرسه بعد بيذهبوا للحديقه بعد المدرسه، دي عاده بيعملوها كل يوم. طب هم ما بيروحوش، احط بس كلمه دونت قبل كلمه جو الفعل الرئيسي. طيب الناحيه الثانيه احنا اتفقنا ان المفرد بيحب الايه؟ بيحب الاس يا مستر. خلاص هنا قلنا دونت، هنا هنقول doesn't لان المفرد بيحب الاس. هنحط برضو قبل الفعل الرئيسي doesn't، بس خد بالك برجع الفعل الرئيسي للمصدر. احنا قلنا فوق، رجع تاني كده بنحط اس اهي. طب لما اجي انفي، لا الاس ناخدها من الفعل الرئيسي اللي هو سبيكس ونحطها الفعل المساعد دو. دو ده فعل بلطجي بيجرد الفعل الرئيسي من الاس او الاي دي او التصريف الثاني. تاني ما ينفعش في النفي أو النفي او السؤال نحط الفعل فين؟ تصريف بنحطه في المصدر. ما ينفعش اقول سبيكس، ما اقولش هتقولي مستر قال المفرد بياخد الفعل فيه اس وتقول لي فاطمه دازنت سبيكس، لا ما هو الاس خلاص راحت لمين؟ راحت للفعل البلطجي اللي هو مين؟ دو. تمام؟ هو دو. يبقى فاطمه doesn't speak. فين الاس يا مستر بتاعت سبيك؟ مش دي مفرد حطيناها لدو فعل بلطجي. فاطمه doesn't speak English، فاطمه ما بتعرفش تتكلم انجلش. يبقى النفي بتاعي بحط دونت للفعل في المصدر مع ضمائر الجمع، وبحط doesn't مع قبل الفعل الرئيسي مع ضمائر المفرد، وبحط الفعل الرئيسي بدون اس في النفي. تمام؟ نكمل. باقي عندي كده احنا خدنا التكوين وخدنا النفي. تمام؟ ازاي اسال بيس ونو كويستشن؟ احنا عارفين ان مفيش كلمه في اللغه الانجليزيه بنستخدمها مع كل الازمنه بمعنى هل، لا كل زمن الفعل المساعد بتاعه بيكون معناه هل. طيب احنا قلنا فوق ايه؟ احنا قلنا فوق دو دونت ودازنت، بتاخد دونت مع الفعل مع ضمائر الجمع ودازنت مع ضمائر المفرد. لما اجي اسال شيل نوت من الكلمه، دونت هتبقى دو، دازنت هتبقى داز، بس كده. وهي برضو هتستخدم دو مع ضمائر الجمع وداز مع ضمائر المفرد. تمام؟ اديني مثال يا مستر. هنا الفاعل مين؟ يو، واحنا اليو ده تبع مين؟ تبع ضمائر الجمع. هقول دو يو ايت تشيز، دو يو ايت تشيز. ما طالك فوق كده عشان اسهلك شويه. انا قلت هنا the children don't، انا عايز اسال بدو، شيل نوت، طلع دو بره، حطها هنا كده. طلع دو بره، لو هنا في قلم بص كده معايا، طلع دو حطها لي بره. ابدا السؤال اهي. do the children ها جو تو ذا بارك. الموضوع سهل جدا جدا جدا. بلاش بقى نقول دو بعدين الفعل الفاعل وبعدين الفعل الرئيسي، بلاش اللخبطه دي. ها طلع دو بره. انا فين؟ عايز اشيل نوت، انا مش بنفي خلاص، انا بسال بهل. طلع دو بره. ها يبقى دو ذا تشيلدرن جو تو ذا بارك افتر سكول. هو حول الفول ستوب لايه؟ لكويشن مارك. اعملها ايه؟ علامه استفهام. بس سهله جدا جدا ما فيهاش اي حاجه. خلاص اطلع فوق تاني كده، اذا تحت كده. بص يا سيدي، تمام. هنا بيقول لي دو بقى ايه؟ قبل ضمائر الايه؟ الجمع. تمام؟ دو يو بلاي فوتبول افري داي؟ ايا كان بقى. ليه حطينا دو هنا يا مستر؟ عشان الفعل هنا ايه؟ يو. طب لو حطيت ذي، دو ذي ايت، دو اي ايت، دو وي ايت، خلاص ضمائر الجمع. لو انا الشخص بيعمل الحاجه دي هتقولي يس اي دو او نو اي دونت. ده في الاثبات، ده في النفي. تمام؟ طيب ضمائر المفرد نطلع فوق تاني. ضمائر المفرد هنطلع فوق ايه؟ تاني. احنا قلنا هنا ايه؟ في النفي بنحط ايه؟ بنحط doesn't، صح؟ اهي. عايز اقول هل، هنشيل النفي واطلع دو فين؟ بره. يبقى دو فاطمه speak، does فاطمه speak English. تمام؟ عملنا ايه؟ طلعنا does بره، شلنا النفي. برضو الفعل هيكون فين؟ هيكون في المصدر، لان احنا في النفي ما بنعملش ايه؟ في النفي ما بنحطش الفعل الا في المصدر. بنحط الفعل في المصدر فين؟ في النفي. نطلع تاني فوق ونشوف السؤال. تمام؟ هنا does أميرة help mom in the kitchen؟ اللي حصل does. ليه؟ لأن أميرة دي مفرد والفعل في المصدر. تاني اسمع الكلمة دي كويس. في السؤال وفي النفي بحط الفعل في المصدر. ما تقوليش أميرة مفرد فحط helps، لا، ما احنا خدنا الاس من الفعل الرئيسي حطيناه لمين؟ الفعل البلطجي does او do، بقى does. هنا do، هنا does. هنا معناها ايه الجملة؟ هل أميرة بتساعد مامتها في المطبخ؟ والسؤال ده معناه ايه؟ هل أميرة دايما بتساعد مامتها في المطبخ؟ لأن احنا قلنا ايه؟ روتين أو عادات، مش دلوقتي بس.
هي بتساعد مامتها على طول، متعوده تساعدها. لو متعوده هتقول يس شي داز، هي بتساعدها. لو مش متعوده هتقول نو شي دازنت. تمام، يبقى كده ايه، خدنا الاثبات والنفي، ونسال بدو داز، دو مع ضمائر الجمع وداز مع ضمائر المفرد بمعنى هل. نيجي اخر حاجه عندي دبليو اتش كويشن، ازاي اسال بوات وير وين والحاجات دي كلها. نفس الحكايه، انا عملت هنا، انا قلت لك ايه، دو يو ايت تشيز، هتحط علامه الايه، هتحط يا سيدي هنا الاستفهام اللي احنا عارفينها، هتحط هنا الاستفهام اللي احنا عارفين اللي هي وات او وير او وين، او قبل الفعل الرئيسي، مش هتغير حاجه خالص. تعال نشوف هنا فوق كده. ها، when do you visit your grandpa، ده استفهام. وليه هنا حطينا دو مش داز؟ لان الفاعل هنا مين؟ يو، الفاعل هنا يو. تمام، وادي الفعل في المصدر when do you visit your grandpa، معناها ايه؟ متى انت تزور جدك. لو باللغه العربيه انت هتقول لي هنا دو ملهاش لازمه، المفروض اقول كده when you visit your grandpa، متى انت تزور، لكن لازم يكون في فعل مساعد في الجمله. ليه حطينا دو؟ لان احنا بنسال عن زمن المضارع البسيط. تمام، وليه حطينا دو مش داز؟ لان الفاعل يو جمع. قال له ايه؟ visit my grandpa on Friday، بروح كل جمعه. تمام تمام. لو لو الفعل اللي بساله قدامي او الشخص اللي بساله قدامي مفرد شي وهي وات، هحط بدل دو داز where does she play، بتلعب فين دايما؟ بتلعب فين دايما؟ قال لي she plays at the bar، دايما بتلعب فين؟ في الحديقه. تمام. طيب نيجي بعد كده الكلمات الداله لكل زمن. امتى اعرف الزمن ده زمن المضارع البسيط present simple، وامتى اختار اس او اي اس او اي اس او الفعل في المصدر؟ لو لقيت في الجمله always، usually، often، sometimes، never، every، every day، every week، every month، every year، يعني هو كل اسبوع، كل يوم، كل شهر، كل سنه. My brother always goes to the club on sunny Saturdays، ما اخويا دايما بيروح النادي في الايام اللي فيها ايه، مشمسه. خد بالك، ده اسمه ظرف التكرار، بيجي امتى؟ بيجي قبل الفعل الرئيسي. ها، خد بالك ما تنساش تحط، تقول هنا كلمه always فيها اس، فاحط الفعل بدون اس؟ لا، مش علاقه. تمام، شيل كلمه always كده. my brother goes to the club on Sundays، دي الجمله اللي احنا خدناها فوق. طب ليه حطينا always هنا؟ انا هنا بقول لك عدد التكرار او او الاوقات اللي بيروحها النادي. انا هنا بقول لك دايما، انا مفيش مره ما بروحش في يوم السبت. يبقى ده ظرف تكرار، بعرفك عدد المرات اللي بيروحها. بنحطها فين؟ بنحطها قبل الفعل الرئيسي، سواء الفعل الرئيسي فيه اس او في المصدر. اهو usually have a sandwich for lunch، انا ايه، انا غالبا ما باخد سندوتش على الغداء. غالبا فين الفعل الرئيسي؟ have، يبقى احط ظرف التكرار قبل ايه؟ قبل الفعل الرئيسي. طيب نكمل. he often plays football with his friend، هو ده ايه، هو احيانا بيلعب كرة مع اصحابه. ده ايه، احيانا يعني مره ومره لا، يعني مش دايما على طول. we sometimes wake up before 7 o'clock، نحن بعض الاوقات نصحى الصبح الساعه 7، اوقات نصحى 7، اوقات لا. 50% العاده دي. علا never eats meat، علا عمرها ما بتاكل اللحمه. تمام، ادي الفعل هو eats عشان علا مفرد، ونيفر انا بنفي ان هي عمرها ما كلت لحمه. علا never eats fish، عمرها ما كلت ايه، سمك. I walk to school every day، دي كلمه كده ايه، بتدل ان الزمن ده ايه، زمن المضارع البسيط. طيب هنا بيقول لي قلت لك اهو الكلمات الداله بتيجي قبل الفعل الرئيسي مباشره. طب لو في فيرب تو بي في الجمله، لا، احفظها كده، ظرف التكرار او الكلمات الداله المضارع البسيط بتيجي قبل الفعل الرئيسي وبعد فيرب تو بي. يعني بعد فيرب تو بي، لو في فيرب تو بي في الجمله ام واز ار، في الحاله دي هي هتيجي بعده مش قبله. لكن لو في فعل اساسي مع الافعال المساعده اللي هي ايه، دو داز واز وام وار، لو في فيرب تو بي في الجمله هو ام واز وار، ظرف التكرار هيجي بعده. ماشي، از اولويز. لو في فعل رئيسي يبقى هتحفظها كده، ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الرئيسي وبعد فيرب تو بي. قبل الفعل الرئيسي وبعد فيرب تو بي. قبل الفعل الرئيسي وبعد فيرب تو بي. she is always active، هي دائما بتكون نشيطة. خلاص، ده كده بالنسبة لإيه، للمضارع البسيط. هنا بقول لي فيرب تو بي in the present simple tense، ازاي نصرف فيرب تو بي مع زمن المضارع البسيط. تمام. اي بتاخد ام طبعا، وهي شي واز، هي وشي وات بتاخد از، وي والذي واليو بتاخد ار. تمام، اي ام يعني انا اكون، اي ام هابي انا سعيد، هي از
hungry هو سعيد هو جعان. she is a nurse هي ممرضة. it's a big هو ايه؟ كبير. تمام. والجمع بياخدوا ايه؟ ضمائر الجمع بتاخد are برضو معناها يكون. we are early احنا دايما دي مبكرين يعني. you are student انتوا طلاب. they are quiet هم هادئين. طب الانف ازاي؟ النفي بتاع مضارع الفيرب تو بي بحط كلمه not ورا الفيرب تو بي. I am not sad انا مش حزين. he isn't thirsty هو مش عطشان. she isn't a pilot هي مش طياره. it isn't small هو مش صغير. وبحط ورا are not. we aren't late احنا مش متاخرين. you aren't teachers احنا مش مدرسين. are not they aren't noisy هم ايه؟ هم مش بيعملوا يعني ضوضاء. تمام. اليس والنو كويستشن طبعا بطلع فيرب تو بي بره زي ما احنا قلنا. هو الدرس اصلا كان بيتكلم عن المضارع البسيط بس هو ده خدنا معانا الفيرب تو بي. تمام. افريميتيف الاثبات عندي they are happy سهله جدا بستخدم فيرب تو بي عشان اتكلم عن الصفات. تمام. شي از ساد والار مع الجمع والاز مع المفرد. طب عايز اسال زي ما احنا قلنا هطلع ار بره. ار ذي هابي واحط كويستشن مارك. ار ذي هابي هل هم سعداء. ولو لو مفرد هطلع الاز بره. از شي ساد هل هي حزينه. لو هو حزين هقول يس او هي yes she is او no she isn't. yes they are او no they ain't. ده كده بالنسبه لايه؟ للمضارع البسيط. ودي كده اسئله وعايز تاخدها سكرين شوت تحل. وان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله هناخد زي ما المضارع المستمر ذا بريزنت كونتينوس تنس. انا عايز الكورس ده يا مستر كله كامل متابعه ليك. ممكن خلاص خلال شهرين ممكن خلاص خلال شهرين لو انت في ثالثه في رابعه في ثانيه في اعدادي في ثانوي تاخده في الشهرين اللي جايين دول او شهر مكثف. وان شاء الله تبقى كويس جدا جدا في الجرامر و توصل لمرحله كويسه جدا جدا. اشوفكم على خير بس ادعم للمحتوى عشان نكمل لان انت كده لما تدعم المحتوى ده بيدينا دفعه ان احنا نكمل عشان نوصل لكل الناس باذن الله. وشكرا والسلام عليكم.